العطر مش ريحة واحدة ثابتة، لا ده عامل زي مقطوعة موسيقية متقسمة ل3 طبقات. عشان تفهم أكتر لازم أشرح لك هرم العطور. النوتة الأولانية أو اللي بتسمى التوب نوت دي بتبقى النوتة العلوية، دي أول ريحة بتشمها أول ما بترش العطر، بتدوم حوالي من 5 ل 15 دقيقة، بتكون خفيفة منعشة وبيبقى في الأغلب بيتحط فيها روايح زي الليمون والبرتقال والنعناع، هدفها إن هي تجذبك بسرعة وتديك انطباع أول قوي. وهنا بقى نيجي للنوتة الوسطى، دي بتظهر لما النوتة العلوية بتبدأ تختفي، يعني بعد 10 ل 20 دقيقة من الرش. ديت بقى قلب العطر، وديت اللي بتدي شخصيته الحقيقية، أمثلتها زي الورد والياسمين، ومن التوابل زي القرفة والهيل. هدفها ان هي تثبت شخصية العطر وتخلي ريحته متوازنة. وهنا نكون وصلنا للنوتة القاعدية اللي هي البيز نوت، دي اخر نوتة بتظهر بعد ساعة، ممكن تقعد ساعات اكتر بكتير، بتبقى ثابتة وتقيلة وبتدي العطر العمق والفخامة. امثلتها زي خشب العود والصندل والفانيليا والعنبر والمسك. هدفها ان هي تدي العطر اطول فترة ممكنة وتديله العمق والدفء. حرفيا كل نوتة بتسلم للتانية.